آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما عظيما. شلون نسيت الملك؟ نسيت ملك القيامة. فإذا رأيت ثم رأيت نعيما ملكا كبيرا. شلون القصة؟ كل الأنبياء عندهم علاقة بالإمام الحجة سلام الله عليه، وكلهم ينطلقون في هالباب. قلت لك ركب الصالحين، ركب الصالحين الحكمة. احنا ايضا نتمنى نكون ان شاء الله من هالركب العظيم. زين، سؤال، ليش نحتاج الى هالقوة والمجال؟ ليش تحتاج الى هالقوة؟ نحتاج القوة لشيء واحد، حتى مجموعة 313 فيدافعون عن من؟ عن الإمام الحجة، مثل ما دافع أصحاب الحسين عن الإمام الحسين. هناك نص وهنا تطبيق. يدافعون في مقابل من؟ في مقابل المؤمنين. مو الإمام الحجة جاي يسوي حركات مو متعارفة، يقتل ذلك الحسين، يدمر البيوت، مساجد، كذا. الناس يعترضون عليه. لا سيدنا مولانا، يعني أنت مؤمن شو علاش؟ احنا شو بيسكت هذا ليه؟ هاي مشكلة كبيرة. مثل اليوم في أشراف موجودين في الجمهورية ينتقدوا على ولي المسلمين. لو ماكو مجموعة مثل الدكتور أحمد النجاد وغيره حول السيد، شو يقدر يخلصون من هالمجموعة؟ رحمك الله يا أبا الحسن، الإمام أمير المؤمنين الغريب المظلوم يواجه أم المؤمنين، يواجه طلحة والزبير، ما راح يدافع عنه. هذا المظلوم. الناس يقولوا هاي أم المؤمنين ولا أم المؤمنين، بس يقدر يتكلم. إخواني القصة عجيبة وغريبة واقعا. الإمام الحجة بيدافع عن نفسه. أنا أذكر لك مثال وأكتب الحديث وليلة ليلة مسلم، وعندي حديث طويل عن مسلم بن عقيل، بس الصور ما أقدر أبين لكم، بس لازم أجاوب على هذا السؤال. والسؤال أجاوب بسرعة جدا بمثال واحد بس. مثال مكة المكرمة، ندعو الله أن يوفقنا وإياكم لحج بيت الله الحرام. والسيد موجود كمرشد وإحنا مرشدين، كل سنة نروح مكة ونبتلي بمشاكل. كمثال أذكر لكم المشكلة شنو؟ حجاج جايين أول مرة، الأبو كبير في السن مع ابنه، والأم كبيرة في السن ما تمشي بغيره، جاي مكة يعني مستطيع، لازم تجي مكة بعد حج بيت الله الحرام واجب. وفي مجموعة مرتين 3 مرات 20 مرة جايين، مجموعة غير. زين، اللي أول مرة يعني ما يعرفون القصة شنو، توديهم إلى عرفة مثل في الليل، حباس البحرين يروحون في الليل. زين، عند الليل يا جماعة مشغولين بالدعاء للصبح، والصبح يبي ينام ما يقدر ينام للظهر، والظهر يقرأ دعاء عرفة للمغرب، زين ينام تعبان. هي اللي جاي أول مرة. في الليل لما يتحركوا إلى المشعر يروحون إلى المشعر الحرام، يضيعون طريق الشارع، يتأخرون، وهناك ما يوصل لآخر الليل. أحب ينام، تو بينام يقوم نية تو بينام، ماكو سيارات راح لازم نمشي إلى نوصل إلى وادي محسن، إلى الجسر، امشوا إلى الجمرات. يا شيخ شو الحركة هذه؟ شو يعترضون؟ ناس مؤمنين. يلا مشيتهم إلى الجمرات، يرمون الجمرات، الزرمين وحين شنو؟ صبروا، لازم يخبرونا عن ذبيحة زي ذبحنا. صار الظهر الساعة 12، قصر روح هناك قصرنا. تصور الحين؟ تعبون حقيقة. رجعوا إلى الفندق، يعني بعضهم رجع الخيمة، احنا رجعنا إلى مكة. رجعنا تو بنتغدى، تو بينام، قوموا. ليش؟ بنروح إلى منى. يا شيخ تركنا خلاص بننام، ماكو حشي، يلا قوموا. يعترضون، كانوا يعترضون. شيخنا الساعة بننام، ما يصير، لازم ساعات بعد تحركون نوصل ننام. وصلناهم يم الجسر كوبري تطريج مبند، يلا نزلوا. أمي ما قدرت تمشي، مشي معها. يا شيخ نشتكي عليك عند البعثة وكذا، يشرحون يدونا. زين، من يحامي عن هذا الشيخ؟ اللي جايين قبل جايين يعرفون القصة شنو، يجتمعون، يلا شو معنا؟ وقفوا الشيخ نتكلم معاه كذا.
الى منى. تو من وصلوا اذن يقول لهم شيخ ليش اذنت؟ الشيخ يقول لك شو يا جماعه؟ اولا خل ابين لكم الان الامام الحجه هكذا سلام الله عليه بلا تشبيه. يقول احب اقول لكم ليش انا قتلت هؤلاء بني اميه. ليش تعتقدون شو القصه؟ يقول لانه اولا لو مو واصلين في هالساعه لازم كل واحد يدفع 50 دينار ذبيحه. هاي اولا صحيح؟ ما عندنا فلوس بننزل. شفتوا الحين حق معاكم هذا واحد. الشيء الثاني لازم البيتوته تختلف على فتوى بعض العلماء. ما تبات في النصف الثاني صعب مشكله بتصير. تعال المشكله ثانيه. وبعد تدرون احنا نص الليل نروح طواف والباص بعد يومين بيمشي ما يوديكم الطواف. يا شيخ جزاك الله خير جزاك احسنت زين سويت. توم عارفين مؤمنين. في قصه الامام الحجه القضيه اصعب. يقتل ذراري قتلت الحسين ويحتاج ل 13 نفر يحامون عنه يوصلونه الى المقصد بعدين يشرح لهم القصه. هي خلاصه الكلام. فقصه 13 نفر اقوياء اكيد مسلم تعامل واحد منهم كان يرمي الرجل على السطح. بعثت اليكم اخي وابن عمي وثقتي من اهل بيتي. قوي كان مسلم ما كان عادي. شاب قوي سفير الحسين اللهم ارزقنا زيارته. بس هو قوي. اخواني مصيبه مسلم مصيبه مؤلمه جدا. لان القصه من كل المشكله بالاشراف ترى والدعايات اللي صارت. عبيد الله بن زياد دخل نفسه هناك بطريقه بسياسه خاصه. وصل الى قصر الاماره. استفادوا من شريح القاضي معمم فاسق. فرق الناس ملكوا الدخول في امر السلاطين. روحوا كل واحد قال صدق الرجل. وننخدع احنا لبعض الناس يدعونكم ترى احنا حقوق عندنا لازم نطالبها. تكليف هذا اعطونا ماراثون تكليف الهي ما نذل احنا. ففرقهم صدق الرجل. روح في مصداق عندنا في النجف الاشرف رحمه الله عليه كان يبين هكذا. يوم اجتمعوا الناس قال لهم اسمحوا لي قال له فلان شغلك شنو انت؟ قال شغلي؟ ايش عارف شغلي؟ قال ابغى اعرف شغلك بالضبط شنو؟ هاي شو رايك يقول لهم؟ قال انا شنو؟ حداد. قال زي حداد. الحداد يا جماعه الحداد المفروض وين يكون الان؟ قولوا انتم. يقول لهم قال الحداد يكون في الدكان. ناس ينتظرون درايش كذا. ليش واقف بيني وجايب زوجتك معك؟ قال امشي. مش الحداد راح. زين انت شنو شغلك؟ قال والله عندي انا خباز. خباز وين اللي جاي؟ خباز وين لازم يكون؟ ناس يبغوا ياكلون. ما تخاف الله؟ هذا منه هذا المعمم. هاي المصيبه. هذا يوم قال صدق الرجل. ليش احنا واقفين هنا؟ يلا خلينا نروح. تفرق الناس بقي مسلم وحيد مريض وحدها. السلام عليك ايها الغريب. غريب واقعا متحير شو يسوي؟ واحد يروح مكان يسافر بلده عنده اصدقاء مره واحده يفتقدهم يتحير يمين يسار ينصدم بعض الحين. تشوف بعض الاحيان واحد ما يدري وين يروح. ايش فيك ما تسوق سياره عدل؟ يقول ما ادري. وذاك الزمن كوفه الجيش معسكر كان حتى وصل الى بيت طوعه. يوم وصل هناك طلب الماء ولكن ما كانت القضيه قضيه ماء. يريد ان يدخل هذا البيت. طوعه شافت سلام الله عليها هذه الامراه العظيمه اللي هي حقيقه الرجل كل الرجل طوعه. كل رجل كل الرجل في الكوفه هي سلام الله عليها. عندما تخاطب مسلم ما هي القصه؟ شو القصه؟ ليش ما تروح؟ ليش ما ترجع؟ يقول لها